مش لازم تفهم علشان تطمن، يكفيك إن ربك يعلم ويدبر بحكمة. تفتكر لو حسبتها مليون مرة كنت هتوصل لنفس التدبير اللي ربنا كتبهولك، اللي شايف تفاصيل عمرك من أول لحظة لآخر لحظة، شايف خوفك وتأخرك وانكسارك وكل الحاجات اللي بتدور جواك ومحدش حاسس بيها. يونس عليه السلام كان في جوف البحر وجوف الحوت وجوف الليل، ثلاث ظلمات، لا مفر ولا ضوء ولا بشر، لكنه قال ذكر كله مليان يقين: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فربنا نجاه وكتب له حياة جديدة من قلب الهلاك. كم مرة ربنا أنقذك وإنت بتغرق، وكم مرة كنت على مركب من ورق وخرجت سليم، وكم مرة قلت خلصت خلاص، لكنه فتح لك باب جديد من حيث لا تدري. كل اللي حصل كان لحكمة، وكل اللي ضاع ما كانش ليك، وكل اللي جاي بتوقيت ربنا مش بتوقيتك انت. فما تخافش من التأخير وما تتكسفش من ضعفك، انت مش لوحدك. بلاش تفضل تدبر كل حاجة بعقلك، وافتح قلبك لرب كريم بيحبك حتى وانت مش حاسس، وبيختار لك حتى وانت بتقول ليه. اللي خلقك مش نسيك، واللي رحمك في أضعف لحظة مش هيسيبك في حزنك. خلي يقينك فيه أكبر من خوفك من أي حاجة، وتعلم تقول من جواك زي ما قال أنبياؤه: حسبنا الله ونعم الوكيل.